يا اهلا يا اهلا. النهارده كنت ببص على التاريخ. انا مبطله تدخين ومتعافيه من التدخين بقالي قد ايه، لقيت 83 يوم. وبعد كده اللي خلاني ابص انه جالي اشتهاء، الكريفنج اللي بيحصل ده، اللي هو انا عايزه اشرب سيجاره بس انا مش هشرب سيجاره. فاول فكره نطت على بالي انه يا لهوي، ال 83 يوم اللي عدوا دول انا كنت بعمل فيهم ايه؟ ما انا كنت بتعافى من ادمان التدخين. فانا رجعت تاني لنقطه الصفر، بغض النظر انا ما عملتش ده الحمد لله يعني، وما شربتش السجاير. بس جت لحظه كده اللي هو الفكره جت في بالي، فبدات استوعب مفهوم التعافي. انه ساعات كتير ناس كتير بتتوهم انه التعافي ان الموضوع ده يخلص ما فكرش فيه تاني خالص. الموضوع ده بقى اي حاجه، علاقه دخلتها فما افتكرش تفاصيلها، اذيت وناس ناس عدوا بحياتي، غلطه انا عملتها، اي حاجه، ان هي طالما رجعت على بالي تاني، او حتى كان عندي اكتئاب وبعدين رجع لي تاني، يبقى انا كده ببدأ من نقطه الصفر. انا يعني كأن كل اللي فات ما حصلش. دي مشكلة كبيرة جدا في الوهم ده، ان هو وهم ان التعافي خط احنا بنمشي عليه، انه مجرد ما عديت النقطة دي فانا مش هرجع لها تاني. ودي مش حقيقة بقى خالص. ودي لو احنا بنتبنى الفكرة دي واحنا ماشيين في سكة التعافي، انه خلاص مجرد ما قفلت الموضوع ده فهو مش هيتفتح، مجرد ما قفلت الاساءة اللي حصلت لي في الطفولة فانا ممكن ما افتكرهاش تاني خالص، ولو افتكرتها يبقى انا بنتكس، يبقى انا ما عالجتهاش كويس، يبقى انا ما تعاملتش معاها، ما تصالحتش معاها، ما تقبلت. دي كلها بتزود على نفسنا أسوأ كده، انه ان انا بنفي اي مجهود انا عملته ناحية التعافي بتاعي، كأنه بقول لنفسي ان كل اللي فات ده ملوش اي لازمة ويلا نبدأ من الصفر. دي مش حقيقة بقى، لان التعافي الحقيقة هو مش خط ولا هو دوائر يعني. لانه في ناس تقولك انا لفيت ورجعت عند نقطة الصفر، لا دي برضو مش حقيقة خالص. مدرك لا يعود، دي نقطة مهمة جدا، انه مدرك لا يعود. انا مجرد ما شفت الحاجة ولتكن يعني علاقة مؤذية مسيئة انا كنت فيها، وخرجت منها بوعي بس بسيط جدا، اللي هو انا بتأذي في العلاقة دي بس، ما يعني ما فيش ولا عملت حاجة ولا غيرت في نفسي حاجة ولا يعني communicated مع الاخر، ولا ما عملتش اي حاجة غير ان انا وصلت الادراك بس ان انا مأذية في العلاقة دي. حتى لو بعدت شوية ورجعت تاني انا برجع بالوعي بتاعي الجديد، اللي هو انا عارفة ومدركة ان انا مأذية في العلاقة دي. فانا ما برجعش لنقطة الصفر، ما برجعش تاني في النقطة اللي هي نقطة البداية الاولانية، لان انا اوريدي عرفت حتة زيادة، عرفت حتة ما كنتش عارفاها قبل كده. فبرجع ازاي؟ برجع سبايرل. الوعي ولا هو لينير انه خط، ولا هو سيركلر ان انا بقعد الف في دوائر. الوعي سبايرل، انه حلزوني الوعي حلزوني، ان انا حتى لو ابان ان انا رجعت النقطة كنت فيها قبل كده، زي مثلا علاقتي بالتدخين، انا وقفت تدخين كذا مرة، ولما برجع تاني انا بقول يا رجعت النقطة الصفر. الحقيقة لا، لان انا لما برجع تاني برجع لنفس الفعل، ان انا بدخن بس في نقطة اعلى، ان انا وانا بدخن انا عارفة ان انا باذي نفسي، انا عارفة ان ده مش بيفيدني بحاجة، انا مدركة يعني عندي ادراك. فانا ما رجعتش لهنا، انا رجعت لنفس النقطه ابيرنتلي اللي شايف من بره انه رجعت ادخن، بس انا من جوايا لا، انا عليت سنه يعني، ما بقتش بعملها بلا وعي زي الاول، انا بقيت بعملها وانا مدركه. والخطوه اللي بعدها هدرك اكتر، فالسبايرل هفضل اعلى 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 لحد ما الموضوع يبقى خلاص وصلنا للتوب بتاعه، او ان انا اتوسع فيه كده ايا كان، بس هي حلزونه يعني شوفوا انتوا عايزين تمشوها ازاي. فالفكرة بتاعت انه انا مشيت خط في التعافي، وبعد كده اول ما رجع كلمني قلبي دق ورجعت حنت له ورجعت له تاني، فانا كأني شيئا لم يكن. لا لا، هو فعلا مدرك لا يعود، اللي بيفتح عينه ما بيعرفش يغمضها تاني. يعني مجرد ما شفت الحاجة وعرفتها، دقت حلاوة يعني ايه ان انا احس بقيمة نفسي، مش عارف ارخص نفسي تاني. لو دقت حلاوة يعني ايه ان انا متعافي من التدخين، متعافي من الادمان، متعافي من اي حاجة، انا مش هعرف اعملها بنفس الجهل بتاع المره الاولانيه، ان انا هوهم نفسي ان دي سبب في السعاده او سبب في الارتياح. انا بوهم نفسي لان انا ادركت وعيني فتحت. فلكل القابعين خلف الشاشات، لو انت شايف ان انت بترجع خطوات ما بتتقدمش، فبالراحه على نفسك شويه، سيلف كومباشن، رحمه بنفسك، ان انت حتى لو بترجع انت بترجع بوعي مختلف، حتى لو بترجع بادراك مختلف، ما بترجعش لنقطه الصفر ابدا. مفيش حد فينا بيرجع لنقطه الصفر، مدرك لا يعود. فخد نفس عميق كده،
واتبسط انه ساعات بنرجع للنقطة اللي كنا فاكرينها الصفر بوعي جديد بس عشان نختبر نفسنا. يعني زي الآية، جميلة قوي الآية دي، بحبها لأن هي بتوضح أهمية السعي وأهمية الثبات على الطريق، وبتوضح صدق النية، ان انت عندك صدق في نيتك نحو التعافي، او صدق في نيتك ان انت تبقى فيرجن احسن من نفسك. الآية بتقول حسب الناس ان يقولوا امنا ويتركوا وهم لا يفتنون. يعني هل انت فاكر ان انا قلت خلاص انا بطلت، انا وقفت، انا اتطورت، انا اتحسنت، وما ترجعش تاني تتحط في نفس المواقف مع نفس الناس مع نفس الاحداث اللي كنت بتتحط فيها زمان وبتطلع أسوأ ما فيك، بس المرة دي بوعي مختلف، انت بتختبر فبتطلع حاجة مختلفة من جواك فتحس بالتغيير فعلا. فأوقات بنرجع لنقطة اللي بنسميها صفر مجازا، بس صفر بدرجة أعلى زي ما شرحت لكم من شوية، عشان بس نشوف التغيير اللي حصل جوانا، البرسبشن بتاعي ازاي، التعامل معايا ازاي، يعني هتعامل ازاي مع الجديد ده، لان انا بقيت جوايا حاجه جديده حتى لو قد كده، حتى لو قد كده. لا تحقرن من المعروف شيئا. برافو عليك، انت جدع، انت جميل، انت شاطر، وانا شاطره ان انا الحمد لله لسه مكمله تعافي بقالي دلوقتي 83 يوم. بشجع نفسي وبشجع اي حد بيحاول يبدا نيو هابت، بيحاول يتعامل مع حاجه جواه مش مريحاه، وبيتوهم ان انا مجرد ما جات لي الفكره تاني او حتى عملتها تاني ان انا رجعت لنقطة الصفر. لا، انت مش في نقطة الصفر خالص. بس كده، فده كان الوعي الاخر بتاعي النهارده. يا ريت والله يعني انا اول حاجه عايزه اقول اللي بيشوفوني على اليوتيوب وبيعلقوا ان انا مش بحضر، فده لايف على فيسبوك، فانا بقوله بعفويه، يعني مش بقوله ان انا بس الفكره بتبقى في دماغي وبندردش فيها، فانا مش بعرف احضر واقول كلام متحضر يعني. و يعني بشكرهم ان هم بيشوفوني، ولو اي حد بيشوفني على فيسبوك وعايز يقول رايه، يا جماعه قولوا رايكم، يعني انا هحجر عليه بس بس اسمح لكم ان انتوا تقولوا رايكم عادي يعني، عشان يبقى وسع كده واشوف انا اتغيرت ولا لا في السلطه وفي الرغبه في السلطه على الاخر. بس يمكن جميل واروح استعين بالله كده وابدا شغلي. باي باي.